تعرفوا إن إحنا ظلمنا البلطجية. البلطجية دول أصحاب مهنة شريفة. إحنا قعدنا لسنين طويلة معتقدين إن البلطجية دول الناس اللي بيستخدموا في إثارة الفوضى، ولكن البلطجية الحقيقيين كانت فرقة من فرق الجيش المصري، وظهرت لأول مرة في عهد الخديوي إسماعيل. والفرقة دي كانت معروفة باسم البلطجية، أي حاملة البلط. وللإنصاف، التطور الحقيقي في الجيش المصري بدأ في عهد الخديوي سعيد، ويمكن ده اللي بدأ يظهر على شكل أزياء الجيش المصري. الخديوي سعيد أحدث نهضة كبيرة في شكل أزياء الجيش المصري بعد فترة خمول وركود في عهد الخديوي عباس الأول. وبقى الضباط بيلبسوا الطرابيش الطويلة ذات الزر الغليظ، وكمان البنطلون الطويل على الطريقة الأوروبية. اللبس اتقدم في عهد الخديوي إسماعيل وشمل الضباط والجنود في أواخر عهد الخديوي توفيق، واتغير الطربوش على الطريقة العثمانية، يعني بقى طربوش طويل بزر رفيع. وبقى الجميع بيلبسوا بدل عسكرية على النحو المعروف في الجيش التركي. والجيش التركي في الوقت ده كان كل ملابسه ونظامه على الطريقة الأوروبية، مع اختلاف الألوان والشرائط. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.